السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكوارث التي تجري في جاليتنا المسلمة في أمريكا، وأعتقد أيضا أنها منتشرة في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، ألا وهي حالات الابتزاز والاستغلال التي تتعرض لها الكثير من فتياتنا خصوصا في سن المراهقة. ولولا أن الأمر قد أصبح متكررا في الآونة الأخيرة وأصبح منتشرا بشكل مخيف ما طرقته ولا تحدثت عنه، ولكن ليس هناك بد مما ليس منه بد. القصة باختصار يا إخواني وأخواتي أن هناك بعض الفتيات تتعرف إلى شخص في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي طريقة أو وسيلة أخرى، فيسكرها بعذب الكلام، والغواني يغرهن الثناء كما قال شوقي: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. الشاهد من الكلام أن هذه الفتاة في هذا السن عادة ما تكون فريسة سهلة، وذلك بسبب عواطفها الفياضة، عواطفها الغير منضبطة، ومشاعرها الجياشة، وقد تكون مثلا في حالة نفسية سيئة أو في مزاج سيء، وتمر بحالة نفسية معينة، وتبحث عن أي قشة لتتمسك بها حتى ولو كانت هذه القشة هي التي ستكسر ظهرها فيما بعد. وأيضا مع الإهمال من الأهل وكذلك أيضا ضياع الرقابة الإيجابية منهم، إذا بهذا الذئب يخدعها عن نفسها ويوهمها أنه هو المخلص وأنه هو الذي يمتلك الحلول. وبالمناسبة الكثير من هؤلاء الذئاب يجيد لبس الأقنعة ويجيدون التمثيل، وعندما تتعمق العلاقة بينهما إذا به يطلب منها أن ترسل صورها، ويحلف لها الأيمان المغلظة أنه سيحذف كل شيء فور مشاهدة هذه الصور، ولكن مع الأسف الشديد هو كاذب، لأنه يحتفظ بهذه الصور ويجمعها ويركمها، وبعضهم ربما يضع كاميرا صغيرة في سيارته أو في المكان الذي يتم فيه اللقاء عياذا بالله، ويلتقط لها الكثير من الصور والفيديوهات. وعندما يحصل أول شقاق، عندما يحصل أول خلاف بينهما، أو مثلا أنها تريد الذهاب أو أنها تريد الزواج أو أنها تريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا به يكشر عن أنيابه، وإذا به يخلع قناع المحبة الذي كان يرتديه طوال الوقت، وعلى طول إذا به يرسل صورها التي كان محتفظ بها طوال الوقت ويبتزها، فيسقط في يدها وتضيق بها الدنيا. وعندها وسائل كل واحد منها أسوأ من الآخر، فإما أن ترضخ وتكون عنده كالجارية، أو أنها مثلا تقاوم تفضح وتذهب سمعتها أدراج الرياح، أو أنها مثلا تذهب إلى من تثق به من أهلها، فإما أن يكون متفهما لحالها فيتعاون معها، أو في بعض الحالات ربما ينقلب ضدها ويكون عونا للمصائب عليها، أو ربما بعضهم يذهبن إلى الشرطة، لكن أكثر النساء يخفن من الفضيحة فلا تذهب إلى الشرطة، أو أنها مثلا تذهب إلى الشيخ أو إلى الداعية أو إلى الإمام، وعادة للأمانة تكون هذه من أصعب القضايا التي نتدخل فيها. وفي النهاية تعرفون ليس لنا إلا الوعظ والتخويف بالله سبحانه وتعالى والتحذير من عقابه في الدنيا والآخرة. وقد يستجيب بعض هؤلاء المبتزين، والبعض الآخر يصر ويستكبر، يقول أنت ما لك دخل، بكل صلافة وصفاقة يقول أنت ما لك دخل. تمام؟ ما عندنا نحن لسنا سلطة قضائية ولا سلطة تنفيذية. فأنا أقول هذا الكلام حتى نحذر بناتنا من مغبة الوثوق في ذئاب مواقع التواصل الاجتماعي. والله هؤلاء الذئاب تقريبا كلهم يحلفون، بعضهم يحلف على المصحف كذبا وزورا، وربما بعضهم يحلف برأس أبيه وبرأس أمه وبرأس أهله كذبا، مع أن الحلف بغير الله لا يجوز، لكن تعرف بعض النساء ما تصدق إلا إذا حلف لها برأس أبيه وبرأس أمه، ومع ذلك يكون كاذبا. فنصيحة لأخواتي أن يحذرن. يا أختي، والله هذه نصيحة من أخ لأخته، نصيحة: اصبري وأطيعي ربك واحفظي عفتك، وسيعوضك الله سبحانه وتعالى بفارس أحلامك كما تقول العامة. انتظري، الأمر يحتاج له إلى صبر وإلى تقوى، وانتبهي واحذري. والله لا يمكن لأي علاقة تكون بالحرام أن تستمر، هذا خذيها قاعدة في الحياة، لا يمكن أن تستمر العلاقة المحرمة، ولو استمرت مستحيل أن تنجح، ولو نجحت فهو نجاح مؤقت، نجاح آني، وقد ربما تجري شيء من المتعة والسعادة الآنية المؤقتة، لكنها قصيرة جدا، ثم يعقبها بعد ذلك الندم والاكتئاب ومصائب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا الكلام بعد تجارب مع عشرات القضايا التي تدخلت فيها شخصيا، والقضايا التي تدخل فيها أيضا زملائي من المشايخ والأئمة. والله أنها أمور يتفطر منها القلب. هذه الآن عبرة لك، فاعتبري قبل أن تكوني عبرة لغيرك. أما الذين يبتزون ويفضحون فأقول لهم والله أن عقابكم عند الله سبحانه وتعالى شديد، وأن الله سبحانه وتعالى سيفضحكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وبعدين
والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ماهية هذه العقوبات الشديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن بناتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظهن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.